وانا اقسم ليه. جربيها بنفسك وانت اللي هتشوفي النتيجة، نتيجة في الخيال. تبييض، تفتيح، التخلص من التصبغات، البقع الداكنة، هتخلصك من الكلف، النمش، هتخلصك من الغمقان الموجود في البشرة. وتحدي النهاردة وصفتنا هتعالج معاكي كل المشاكل الموجودة في بشرتك، في رقبتك، في جسمك، في الجسم بالكامل. تبييض 4 إلى 5 درجات والنتيجة هتشوفيها بعينك. كمان تفتيح فوري، والحصول على بشرة بيضاء زي الحليب، ناعمة زي ملمس الأطفال بالظبط. الوصفة بتاعتنا وصفة مضمونة مجربة فعالة 100% للتخلص من الكلف وعلاج الهالات السوداء الموجودة في حوالين العين. هتشد بشرتك وهتخلص من الشيخوخة، يعني 5 في 1. أول حاجة تبييض، تاني حاجة تفتيح، تالت حاجة هتشد البشرة، بتعالج الهالات السوداء، هتشد معاكي التجاعيد، وهتخلصك من خلايا الجلد الميتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اول حاجة اشتركوا في قناتي بالضغط على الزر الاحمر، زر اشتراك الموجود تحت الفيديو. فعلوا علامة التنبيهات على الكل عشان يجيلكم كل جديد الفيديوهات، فضلا وليس امر اللايك للفيديو. خلينا نوصل للفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وشجعوني يعني كتير جدا. اول حاجة النهاردة هنعمل وصفتين دول مكملتين لبعض. وصفة الأولانية للصنفرة عشان تزيل خلايا الجلد الميتة، ودي هنستخدم فيها الكوب. والوصفة التانية طبعا للتبييض وللتفتيح ولشد التجاعيد. الوصفة الأولانية لإزالة خلايا الجلد الميتة، وكمان تنفع معاكي تعمليها كمادات علشان تشيل معاكي الهالات السوداء. نبدأ على طول عشان ما نكترش في الكلام، وعشان نخش على طول في موضوع الوصفة بتاعتي. اول مكون يا بنات انا هستخدمه من المكونات الاساسية هو الشاي الاحمر. معروف عن الشاي الاحمر بفوائده العظيمة جدا. انا هاخد منه حوالي رشة يعني صغيرة، ومتخافيش خالص من اللون، هو مش هيسيب اي لون خالص ولا اي اثر خالص. المكون اللي بعد كده انا هستخدمه هو طبعا رائع رائع، معروف فوائدته للهالات السوداء والتخلص من الغمقان الموجود تحت العين، بيشيل البقع والتصبغات الداكنة، الا وهو نص معلقة من الشاي الاخضر. هضيف عليهم ايه بقى المكونات دي؟ على طول هنزل عليهم بحوالي ربع كوباية من المية السخنة. تمام. المية السخنة مية تكون مفلترة، الافضل تكون مية مفلترة. وهبدأ ادوبهم كده مع بعض، وهسيب الكوباية دي على جنب كده لحد لما تنزل فايدتها وتنزل اللون بتاعها. تمام. هعمل ايه؟ هبدأ على طول في الخطوة التانية، الا وهي للتبييض وللتفتيح، وكمان لشد البشرة بشكل كبير جدا جدا يا بنات. ركزوا معايا ما تفوتوش ولا لحظة، وركزوا معايا في طريقة الاستخدام وكمان في المكونات. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل طبعا عليهم باول مكون معايا هو الحليب. حليب يفضل بتاعي يكون كامل الدسم، لانه بيكون بيرطب البشرة بشكل اعمق، وكمان بيبقى مناسب جدا للناس اللي بشرتهم شديدة الجفاف او الخشونة. هستخدم منه يعني حوالي 3/4 معلقة كده، مش هستخدم منه كميات كبيرة. الافضل طبعا ان هو يكون دافي زي فترة العين، او يكون بنفس درجة حرارة الغرفة. ما ينفعش استخدمه وهو ساقع. تمام. عشان الوصفة بس تنجح معايا. الخطوة اللي بعد كده عايزة اقولك بس الحليب فوائده كتير، غني بالكالسيوم، غني بالفيتامينات، غني بالمواد اللي بتطري البشرة، بيمد البشرة بكل حاجة هي محتاجاه، فبيتغذي البشرة من الداخل، بتساعد في الترطيب العميق، بتفتح البشرة، بتزيل اي تصبغات، بقع داكنة، اي حاجة موجودة في البشرة. مش بس كده، بتخلي ملمس البشرة عامل زي الكيكة، طري وزي الكيكة. المكون اللي بعد كده هضيفه اللي هو طبعا نشا الذرة. هضيف منه نص معلقة ونص كبار ممسوحين بالشكل ده، وهديهم تقليبة. تمام. انا مش هكتر هنا عشان المكونات بتاعتي ما تبقاش تقيلة. انا عايزة القوام بتاعي يكون طري، على يعني يكون متماسك زي الكريمة كده على قد ما اقدر. تمام. شايفين؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه، ودي كمية تكفي الوجه. خلي بالكم هتكفي معاكم جدا الوجه. تمام. لو انتوا هتستخدموا عايزين الوصفة دي لكامل الجسم، هتضاعفوا الكمية اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. قوام جميل بدون اي تكتلات او اي مشاكل.
في مكون بعد كده انا بضيفه، بس ده بيكون يعني اختياري، وبيكون بس للناس اللي عندها حبوب تحت الجلد. بضيف قطرات صغيرة من خل الابيض للناس اللي عندها رؤوس سودة وعندها حبوب تحت الجلد. ليه؟ لان الخل الابيض قطرات صغيرة اهو. الخل الابيض مهم جدا، بيعقم البشرة وبيخلصنا من الفطريات اللي بتصيب الوجه. بس في حالة انت عندك حبوب حب شباب، او حبوب فيها تقرحات، او حبوب فيها صديد، او بشرتك فيها خدوش او فيها جروح، ممنوع منعا باتا يتحط المكون اللي احنا لسه ضايفينه. تمام؟ شايفين القوام؟ هو ده اللي انا محتاجاه. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ على طول. طبعا الشاي بتاعي نزل كل الفايدة بتاعته فيه واللون اتغير. هبدأ على طول ان شاء الله، هي اني هجيب المصفى بتاعتي وهبدأ اصفي المكونات اهو. شايفين؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندك اختيارين. اول حاجة الخطوة الاولانية هنغسل بشرتنا بالمية الفاترة. المية الفاترة معروفة عنها انها بتفتح المسام علشان بشرتنا تبدأ تستقبل الوصفات. طول ما المسام مقفولة، طول ما بشرتنا مش هتستفاد من اي ماسك من اللي احنا عاملينه ده دلوقتي. الخطوة الاولانية اللي انا هعملها، هعمل ايه؟ هبدأ اخد ده المقشر ده مقشر رائع للبشرة، كمان تقدري تستخدميه للجسم، للركب والاكواع واي منطقة في جسمك. هتبداي تقشري بيه، تاخدي كده منه وتقشري بيه. تمام؟ وبحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة او دقيقتين. وبعد ما بتعملي الخطوة دي بتسيبيها على جنب كده، وبعد كده بتغسلي بشرتك بالمية الفاترة مرة تاني، وبعدين بتجففيها، وبعدين بتاخدي الماسك ده وبتبداي توزعيه على كامل البشرة، وتركزي على الاماكن اللي فيها تجاعيد وخطوط رفيعة، تركزي فيها كويس جدا. وما تنسيش كمان الرقبة. هتسيبي الماسك ده من مدة 20 دقيقة لمدة 30 دقيقة لحد لما يجف تماما او ينشف، وبعدها تبدأي تفركيه. وبعد ما بتفركيه بتبدأي في الخطوة اللي بعد كده على طول، هي انك بتغسلي بشرتك بهذه المية. المية دي بتساعدك على تصغير حجم المسامات. البنات اللي عندهم مسامات واسعة بتصغر حجم المسامات. تقدري كمان تستخدمي الماسك ده كمان وهو دافي، عن طريق ان انت بتحطي فيه قطن، وتحطي القطن ده على عينيكي عشان بيشيل معاكي الهالات السوداء تحت العينين. تقدري تستخدمي المية دي لوحدها كده بشكل يومي للهالات السوداء، رائعة في التخلص من الهالات السوداء. استخدموا الوصفات دي وان شاء الله النتيجة هتكون مبهرة ليكي. عايزاكي تصوري بشرتك عشان تشوفي الفرق قبل وبعد استخدام الوصفات. اول نتيجة هتحصلي عليها بشرة ناعمة كالحرير. بس اهم حاجة طبعا الاستمرار على الوصفات عشان تنجح معاكي وعشان تديكي النتائج اللي انت محتاجاها. وما تنسيش حبايبي، زي ما انت استفدتي ووصلتي معايا لحد النقطة دي، يبقى اكيد الريفيو عجبك. ما تنسيش توصلي لغيرك عن طريق اللايك والشير والسبسكرايب. تنشريه في الصفحات اللي انت مشتركة فيها على الجروبات اللي على الفيسبوك. وكمان ما تنسيش اللايك والشير. واشوفكم في حلقة جديدة، واتفرجوا على الفيديوهات اللي هتظهر قدامكم. بحبكم.